الرز بالمكسرات من أهم الأصناف اللي لازم تكون موجودة في أي عزومة. النهاردة هعمله معاكم بطريقتي بطريقة كده جميلة جدا وسهلة، وفيها شوية بهارات لو حطيتوها عليها هتديكوا إضافة حلوة قوي. الرز بالمكسرات احنا بنسميه رز العزومات عشان لازم يكون موجود في العزومات. نسمي الله. أول حاجة أنا جبت حلة على النار وحطيت فيها 2 مكعبين من الزبدة ومعلقتين كبار من الزيت، وبعد كده حطيت 3 كوبايات من الرز المصري وأنا غسلاهم كويس جدا وصفيتهم، وهادّيهم بقى هنا تقليبة وهاحمّرهم كده، مش عايزاهم إن هُم ياخدوا لون عشان طعمهم ما يتغيّرش. بعد كده ابتديت أجهّز السكر المكرمل، حطيت طاسة على النار وحطيت فيها معلقة كبيرة من السكر، ومش هاقلّب السكر خالص لحد ما يبتدي إن هو يدوب. بعد كده أقدر إن أنا أقلّبه لحد ما أحصل على لون بني جميل، وخلّي بالِك عشان ما يتحرقش منِّك. بعد كده هانزل بحوالي نُص كوباية من المَيّة السخنة، مهم جدًا إن المَيّة تكون ساخنة جامد، لإنها لو كانت باردة هتلاقي كده السكر قفش معاكِ وخرّز، ومش هيدّيكِ نتيجة حلوة اللي هي أساسًا أساس الخطوة الأساسية في الرز بالمكسرات أو الرز بالخلطة. بعد كده هاضيف بقية المَيّة، أنا هنا كنت غالية 3 كوبايات من المَيّة قصاد 3 كوبايات من الرز، الرز المصري بياخد نفس مقدار المَيّة. بعد كده نزلت بالبهارات ملح وفلفل أسود ومعلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من البهارات المشكلة أو ال7 بهارات، بنشتريها من عند أي عطار، وعلى نار متوسطة هاسيب الرز لحد ما يبتدي إن هو يغلي، وبعد كده هاهدّي له النار خالص وهادّي له تقليبة وهاغطّي عليه واسيبه بقى لحد ما يستوي معايا. وبعد كده هاجهّز الكبدة اللي أنا هاحمّرها وهاضيفها في الآخر على الرز. جِبت طاسة على النار وحطيت معلقة صغيرة من الزبدة ومعلقة صغيرة من الزيت، وأول ما ابتدوا إن هُم يسخنوا حطيت هنا الكبدة. طبعًا أنا مقطّعاها هنا قطع كده متوسطة وغسلتها كويس جدًا ونقعتها حوالي نُص ساعة في اللبن. اللبن بيضيّع منها أي زفارة خالص. البهارات ملح وفلفل أسود ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة صغيرة من البهارات المشكّلة أو ال7 بهارات ومعلقة صغيرة من القرفة وورق غار وحبهان. وهاسيبهم بقى على نار هادية لحد ما أحصل على اللون الجميل ده. وجبت هنا طبق التقديم، حطيت الكبدة اللي أنا حمرتها تحت، وبعد كده هاضيف لها كده الرز من فوق علشان أنا عايزة أقدمها بشكل جميل يشرفك قدام ضيوفك. هتحطيه بقى كده في طبق التقديم وهتقلبي الطبق الجميل دوت. تعالوا بقى كده نشوف النتيجة عاملة ازاي. طبعًا إحنا لسه هنضيف المكسرات، هنحمّر كده شوية مكسرات، أي مكسرات أنتم عايزينها، وما تنسوش الزبيب لإن الزبيب هو اللي هيخلّي طعمه حلو جدًا. وعلشان تحمّري الزبيب لازم تكوني ناقعاه أول كده في مَيّة، وبعد كده تبدئي إن أنتِ تحمّريه. بس كده دي كانت طريقتي في رز العزومات أو الرز بالخلطة. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش بقى تكتبوا لي تعليق إيجابي وتدوسوا لي لايك واستنوني في فيديو تاني إن شاء الله.